تخيلوا كده تصحوا الصبح تلاقوا الشارع اللي عشتوا فيه طول عمركم واللي فيه كل ذكرياتكم متخطط إنه يتهد. ودي حاجة للأسف بتحصل كتير جدا وبنسمع عنها. بالظبط، يتهد عشان مثلا يتعمل مكانه محور مروري ضخم أو منطقة استثمارية، وكل ده بيتم تحت شعار التقدم الاجتماعي أو المصلحة العامة. واللي هو شعار براق جدا بس تفاصيله معقدة. أيوة، الصدمة هنا بتخلينا نسأل، يعني مين اللي خد القرار ده أصلاً؟ وليه مقتنعين إنهم عارفين المصلحة دي أكتر من الناس اللي عايشة على الأرض وبتمارس حياتها اليومية؟ ده سؤال في الجون بصراحة، لأن احنا دايما بنتعامل مع التغيير في مجتمعاتنا كأنه قدر. كأنه بيحصل فجأة كده. بس الحقيقة إنه ورا الستارة دي في هندسة معقدة جداً، ومايسترو بيحرك الخيوط بناء على نظريات وحسابات. أرقام وخطط وتوقعات للمستقبل. النهاردة إحنا بنغوص في عالم التخطيط الاجتماعي أو السوشيال بلانينج، والأدبيات والمذكرات الأكاديمية اللي بنستكشفها النهاردة بتكشف لنا إزاي العقلية دي بتشتغل من جوه. ودي رحلة دسمة جدا لأن المصادر اللي معانا بتشرح المطبخ نفسه. مهمتنا هي إننا نفهم الميكانيزمات الخفية دي، إزاي الحكومات والمؤسسات بتترجم أزمتنا لخطط على ورق، ومين بيكسب ومين بيخسر في العملية دي. لأن مفيش خطة بتكسب كل الناس في نفس الوقت. طيب، خلونا نفكك الموضوع ده واحدة واحدة. إيه هي الفلسفة اللي بتخلي التخطيط الاجتماعي أداة قوية وفي نفس الوقت مرعبة بالشكل ده؟ بصي، الفكرة كلها بتبدأ من إدراكنا إن التخطيط مش مجرد شوية أرقام وجداول وتوزيع ميزانيات زي ما التكنوقراط بيحاولوا يصوروه للناس. اللي هو ورقة وقلم وحسابات يعني. بالظبط. العملية دي في جوهرها، وزي ما المنظرين الأوائل زي أحمد كمال بيعرفوها في المصادر اللي معانا، هي عملية إنسانية بحتة لإحداث تغيير اجتماعي ونقل المجتمع من وضع لوضع تاني أفضل. بس الجملة دي على قد ما هي بسيطة بحسها مليانة ألغام. جدا. يعني إيه أصلا وضع أفضل؟ ومين اللي بيحدد معايير الأفضلية دي من الأساس؟ أيوة، هل الأفضل ليا هو الأفضل للمسؤول؟ بالظبط كده. التخطيط بيتدخل في تشكيل الأيديولوجيا العامة للمجتمع. أنت مش مجرد بتبني كوبري أو بتمهدي طريق. أنت بتغير طريقة تفاعل الناس مع بعضها. أيوة، بتغيري شكل الاقتصاد المحلي وبترسمي حدود جديدة للطبقات الاجتماعية. وعشان كده التخطيط لازم يكون محسوب ومدروس بأقل تكلفة وأعلى أداء. لأن الغلطة بفورة هنا. دي حقيقة، لأن أي غلطة هنا مش بتخسرنا فلوس وبس، دي بتعمل شروخ في البنية الاجتماعية ممكن تاخد أجيال بحالها عشان تتعالج. أنا متفهمة جدا فكرة إن المخاطرة عالية، بس عشان نقدر نستوعب إزاي الرؤية الضخمة دي بتتحول لواقع، خلينا نتكلم عن لغة المخططين دي بتتكون من إيه؟ المصادر بتوضح إنهم بيستخدموا تدرج هرمي كده، اللي هو الخطة وبعدين البرنامج وبعدين المشروع. يعني أنا دايما بشوفها زي لعبة العرايس الروسية الماتريوشكا دي، فاهم قصدي؟ التشبيه ده ممتاز جدا. أيوة، العروسة الكبيرة خالص هي الرؤية أو الخطة القومية الشاملة، تفتحها تلاقي جواها عرايس أصغر اللي هي البرامج اللي بتغطي قطاعات مختلفة زي الصحة والتعليم. بالظبط. تفتح بقى البرامج دي تلاقي أصغر عروسة فيهم اللي هي المشروع، اللي هو التدخل الجراحي الدقيق اللي بيحصل في مكان محدد على الأرض وليه ميزانية ووقت. كلام سليم جدا. المشروع هو الوحدة المنفصلة اللي ليها تكاليف ومدخلات ومخرجات واضحة. بس الإشكالية اللي دايما بنواجهها في التخطيط الإداري هي هل العروسة الصغيرة فعلا بتعكس ملامح العروسة الكبيرة؟ ولا في النص الرؤية بتضيع والمشروع بيطلع حاجة تانية خالص؟ بالظبط كده. نظريا العروسة الكبيرة اللي هي الخطة لازم تكون شاملة ومبنية على مبدأ الواقعية، يعني استخدام طرق علمية عشان نغطي كل الجوانب. بس لما بننزل للواقع بقى، لما بننزل من مستوى الخطة للبرنامج للمشروع، المخطط بيصطدم بحاجات زي البيروقراطية، نقص التمويل، أو حتى ظروف المكان نفسه. فتلاقي العروسة الصغيرة طلعت مشوهة ومبتعكسش الرؤية القومية. أيوة، تلاقي المخطط قاعد في العاصمة بيرسم خطة مثالية، والمنفذ في القرية بيعمل مشروع مش لاقي طوب وأسمنت يكمله. ده بياخدنا لنقطة الاحتكاك الحقيقي. أنا لما قريت عن المدارس الفكرية للمخططين دول في المصادر استغربت جدا إنهم مش متفقين أصلاً على شكل التدخل ده المفروض يكون إزاي. هم فعلا مقسومين لاتجاهات نظرية مختلفة تماما عن بعض. إحنا قدام اتجاهين كبار جدا، تحس إنهم جايين من كوكبين مختلفين.
الاتجاه الأول هو الاتجاه المؤسسي التحليلي، وده باختصار اتجاه فوقي جدا. اللي هو بيركز على المستوى القومي. أيوة، بيعتمد على التحليل والتكنولوجيا، والخبراء هم اللي بيحطوا الأهداف، وبيميل لإحداث تغييرات دراماتيكية وجذرية. مظبوط. الاتجاه المؤسسي ده هو عقلية الهندسة الاجتماعية في أوضح صورها. الدول بتلجأ ليه لما تكون محتاجة تعمل إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد. أو يبنوا مدن جديدة من الصفر مثلا. بالظبط كده. المخطط هنا بيبص للمجتمع كأنه رقعة شطرنج. التغيير لازم يكون عنيف وسريع وشامل، لأنه بيستهدف البنية التحتية القومية كلها. يعني رأي الناس على الأرض بيكون ملوش مكان هنا؟ بيكون ثانوي جدا في المرحلة دي، لأن النظرة بتكون من فوق، نظرة ماكرو مش مايكرو. الخبير هو اللي بيحدد بناء على تحليلات اقتصادية بحتة. وهنا بقى الموضوع بيبقى مثير جدا للاهتمام، لأن ده بيفترض إن الناس دي أحجار شطرنج فعلا، مش كائنات ليها مصالح وتاريخ. وعشان كده بيظهر الاتجاه التاني عشان يعوض النقص ده. اللي هو الاتجاه العلاجي التفاعلي الفردي، وده على عكس الأولاني تماماً، بيركز على المستوى المحلي وبيهتم بالتفاعل. وبيميل لدعم الوضع القائم أو الستيتس كو. وهنا سؤالي بقى، إزاي بنسميه تخطيط اجتماعي؟ وإزاي بنقول إنه بيهدف لتغيير المجتمع وفي نفس الوقت كل همه يحافظ على الوضع القائم؟ كأنه بيدي مسكنات عشان الناس ما يثوروش على التغيير الجذري اللي جاي من فوق. ده استنتاج ذكي جدا من القراية دي، بس خلينا نبص لها من زاوية ديناميكية التغيير. الاتجاه التفاعلي العلاجي مش مجرد مسكنات، أمال إيه؟ هو عامل زي المساعدين بتوع العربيات اللي بيمتصوا الصدمات. لما الدولة تاخد قرار مؤسسي دراماتيكي بتغيير هيكل اقتصادي كبير، ده بيعمل زلزال في الطبقات العاملة والمجتمعات المحلية. يعني صدمة اقتصادية واجتماعية للناس البسيطة. بالظبط. لو ما عندكيش الاتجاه العلاجي التفاعلي اللي بينزل يشتغل مع الناس ويمتص غضبهم ويعيد تأهيلهم ويحل مشاكلهم اليومية في إحيائهم الصغيرة، المجتمع كله هينهار. هتزيد معدلات الجريمة والتفكك الأسري وكده. أيوة. فالحفاظ على الوضع القائم هنا مش معناه تجميد الزمن، معناه الحفاظ على التماسك الاجتماعي أثناء فترات التحول العنيفة. يعني المخطط المحلي هنا بيتعامل مع بشر وعادات وتقاليد، مش مجرد أرقام. وتدخله لازم يكون هادي وتدريجي، بيحل مشاكل ملموسة من غير ما يهد استقرار المجتمع. يعني من الآخر المدرستين بيكملوا بعض، واحدة بتبني الهيكل من فوق والتانية بتمنع الأساسات من الانهيار تحت. طب لو أنت بتوصف لي إن المدرستين بيكملوا بعض بالطريقة دي، فده معناه إن المخطط الاجتماعي ده لازم يكون شخصية مرنة بشكل مرعب. مرنة جدا، وده بيبان في الاستراتيجيات اللي بيستخدموها. يعني إزاي المخطط بيواجه الناس والمؤسسات وهو بينفذ خطته دي على الأرض؟ القراءة في المصادر بتورينا إنه مش مجرد موظف قاعد على مكتب. خالص. ده بيلبس شخصيات مختلفة حسب طبيعة المشكلة. أنا حسيتها عاملة زي الأفاتارز في ألعاب الفيديو، المخطط بيختار الشخصية بتاعته بناء على الموقف. بالظبط. والأدبيات بتقسم الاستراتيجيات دي لنوعين عكس بعض: الاستراتيجيات التعاونية والاستراتيجيات التخاصمية أو الصدامية. خلينا نبدأ بالتعاونية، دي شكلها إيه؟ لو المخطط شغال في بيئة مستقرة والموارد متاحة والناس متفقة على المشكلة، بيستخدم الاستراتيجيات التعاونية. الفلسفة هنا هي التفاعل والمشاركة. بيعتمد على جهود القاعدة الشعبية والمساعدة الذاتية. أيوة. المخطط هنا بيلبس قبعة الدبلوماسي. يعني في الاستراتيجية دي بنلاقيه بيلعب دور المرشد اللي بيوجه الناس، أو المعلم اللي بيرفع وعيهم، أو المحفز اللي بيشجعهم يحلوا مشاكلهم بنفسهم. تحسه مصلح اجتماعي هادي ومسالم كده، بيقعد مع كبارات القرية أو الحي ويشربوا شاي ويوصلوا لحل وسط. اللي مبهر هنا هو الوجه التاني للعملة بقى، الاستراتيجيات الصدامية. ودي بنلجأ لها إمتى؟ كتير من المخططين بيصطدموا بواقع إن في مراكز قوة أو فساد متجذر أو فئات مستفيدة من الوضع الغلط ومش عايزة أي تغيير يحصل. فالتخطيط هنا مش بيكون بالورد والنوايا الحسنة. بالظبط كده. المخطط بيضطر يستخدم استراتيجيات قائمة على الصراع والضغط والمناورة السياسية، وممكن زي ما الدراسات بتشير توصل لدرجات من العنف أو الثورة الناعمة. تخيل، تقصد إن المخطط نفسه ممكن يكون هو اللي بيشعل الصراع ده عن قصد؟ أحياناً بيكون ده الحل الوحيد لكسر احتكار معين. يعني بيلعب دور المحرض عشان يكسر الجمود الإداري أو المجتمعي؟ دي فكرة خطيرة ومخالفة تماماً للصورة النمطية عن موظف التخطيط الحكومي الروتيني. جداً. في الاستراتيجية دي التكتيكات بتبقى إما نخبوية،
يعني بتلعب على الضغط على صناع القرار وتغيير القوانين. اللوبينج يعني. أيوة، أو تكتيكات ثورية بتحشد الناس للضغط من تحت. وهنا أدوار المخطط بتتغير 180 درجة. بيتحول لخبير صارم مثلا. أو تقني بيستخدم لغة الأرقام كأداة للضغط. أو حتى بيلعب دور المعالج لأمراض مجتمعية عميقة بتحتاج تدخل مؤلم. مرونة المخطط هي اللي بتفرق بين خطة بتتنفذ وخطة بتترمي في الدرج. طيب لو دي النظريات والأسلحة اللي في إيد المخططين، خلينا ننزل على أرض الواقع المعقد والمكلكع. المصادر بتتكلم عن أهداف التخطيط في مصر. ودي أهداف طموحة جدا على فكرة. جدا. يعني تحويل المجتمع لوضع أفضل، تحقيق رفاهية، توظيف كامل للموارد، ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية زي التعليم والإسكان والأسرة. وكل ده في ظل تحديات اقتصادية مش سهلة. بالظبط. المشكلة إن الأهداف دي تبدو طوبوية جدا في دولة بتعاني من ندرة في الموارد. إزاي المخطط بيقدر يوفق بين الأحلام القومية العريضة دي وبين ميزانية محدودة وواقع مليان أزمات؟ التوفيق ده المفروض يحصل من خلال دورة حياة الخطة، بس هي دورة مليانة مطبات. إيه هي المراحل دي الأول؟ المخططين بيبدأوا بمرحلة تحديد الأهداف، وبعدين تحضير إطار الخطة. اللي هو الإحصائيات والأرقام. أيوة. وبعدين وضع الخطة نفسها بمشاركة قادة محليين وسياسيين وخبراء. لحد هنا كل حاجة بتبقى عظيمة ومترتبة على الورق. طب والمطبات الحقيقية بتبدأ فين؟ الانفصال عن الواقع بيبدأ يظهر بوضوح في مرحلة التنفيذ. ودي النقطة اللي كنت عايز أوقف عندها. التنفيذ مش مجرد إننا ندي أوامر والمقاولين ينزلوا يشتغلوا. خالص. التنفيذ عملية معقدة جدا. الأدبيات بتشير بوضوح إن أكبر سبب لانهار الخطط في مرحلة التنفيذ هو غياب لغة الحوار المشتركة. دي مشكلة قاتلة في التخطيط. يعني المخطط قاعد في البرج العاجي بيتكلم بلغة مؤشرات الناتج المحلي ومعدلات النمو، والمنفذ الميداني بيتكلم بلغة أسعار الأسمنت النهاردة وأجور العمال اليومية. ولو مفيش ترجمة واضحة بين اللغتين دول المشروع بيطلع مشوه أو بيقف في النص. عشان كده المتابعة دورها مهم جدا، صح؟ دي حقيقة. وعشان كده المتابعة الحديثة ما بقتش زي زمان مجرد تفتيش في نهاية المشروع. المتابعة دي عملية مستمرة بتبدأ مع أول طوبة بتتحط. يعني المخطط بينزل بنفسه يتابع؟ لازم ينزل، يعمل استبيانات، يراجع تقارير دورية، ويعقد مؤتمرات مع المنفذين عشان يحل اختناقات التنفيذ أول بأول. وبعد كل ده بتيجي مرحلة التقييم بقى. أيوة، التقييم اللي بيكشف الفجوة الصادمة أحياناً بين اللي كان في الخطة واللي حصل فعلاً على الأرض. وهنا بقى بنوصل لأهم مفهوم في الرحلة دي كلها، المفهوم اللي بسببه بتنجح أو بتفشل أي خطة قبل حتى ما تتكتب. اللي هو تقدير الاحتياجات. بالظبط. needs assessment. التخطيط مش بيوزع موارد في الفراغ، التخطيط بيسد احتياج. عشان كده المخطط الناجح لازم يحدد الفجوة بين الوضع الحالي والوضع اللي نفسنا نوصله. بس فكرة الاحتياج دي نفسها معقدة جدا. أنا لو نزلت الشارع وسألت الناس أنتوا محتاجين إيه، ولو سألت الخبراء الناس دي محتاجة إيه، هسمع إجابتين مختلفين تماماً. والمصادر فرقت بين أنواع الاحتياجات دي بشكل بيشرح لنا جذور الصراعات السياسية والاجتماعية كلها. لو أنا فاهمة صح، إحنا عندنا أول حاجة الاحتياج المعياري، وده عبارة عن الحسبة الباردة اللي بيعملها الخبير. بالظبط. يعني الخبير يقولك مثلا المنطقة دي محتاجة مساحات خضراء بناء على نسبة الأكسجين وعدد السكان. ده احتياج فوقي جدا ومبني على العلم والأرقام. بس في المقابل أنت عندك الاحتياج المحسوس. وده اللي بيغلي جوه صدور الناس. أيوه. الناس في نفس المنطقة دي ممكن يكونوا مش مهتمين بالمساحات الخضراء دي خالص، هم حاسين داخلياً إنهم محتاجين جراجات للعربيات أو أمن في الشوارع. ولما الإحساس الداخلي ده ينفجر ويتحول لطلبات رسمية أو شكاوى بيتحول للنوع الثالث، اللي هو الاحتياج المعبر عنه. وطبعا ما ننساش النوع الرابع، الاحتياج المقارن. وده بيظهر لما حي يشوف الحي اللي جنبه دخله غاز طبيعي وهو لأ، فيبدأ يطالب بالمساواة. التصنيف ده عبقري لأنه بيفسر لنا الكارثة اللي بتحصل لما الأنواع دي تتصادم مع بعض. تخيلي كده مخطط بيتبنى الاتجاه المؤسسي التحليلي معتمد تماماً على الاحتياج المعياري ونزل ينفذ مشروعه بالعافية، وهو متجاهل تماماً الاحتياج المحسوس والمعبر عنه من الناس. الخطة هنا مش بس هتفشل، دي هتعمل أزمة ثقة عميقة بين المجتمع والدولة. المخطط الشاطر هو اللي بيعرف يخلق مساحة تفاوض بين أرقام الخبير وغضب الشارع. الرحلة دي كلها بتوصلنا لنتيجة واحدة لا مفر منها.
التخطيط الاجتماعي عمره ما كان خط مستقيم بيبدأ بقرار وينتهي بافتتاح مشروع وتوزيع ابتسامات. ده دايرة لا نهائية من التفكيك وإعادة التركيب. زي ما المصادر قالت بالظبط، الخطة الجديدة بتبدأ من ما الخطة القديمة خلصت. عملية مستمرة ما بتقفش. كل تقييم هو مجرد جرس انذار لتقدير احتياجات جديدة. والصراعات جديدة وتسويات من الدولة والمجتمع. بس قبل ما نختم رحلتنا الاستكشافية النهاردة، في فكرة فلسفية عميقة بتفرض نفسها من وسط كل النظريات دي. إيه هي؟ إحنا شفنا إزاي في دايماً شد وجذب بين الاحتياج المعياري اللي الخبراء بيقولوا إنه صح، وبين الاحتياج المحسوس اللي الناس في الشارع بتطالب بيه. مظبوط؟ الفكرة اللي بتفرض نفسها هنا لو حصل تعارض صريح بين الاتنين، مين فيهم اللي المفروض يكسب في خطة التخطيط الاجتماعي؟ ده سؤال صعب جدا على فكرة. هل المفروض نرضخ لرؤية الخبراء اللي باصين للمستقبل من فوق حتى لو ده هيسبب ألم للناس دلوقتي؟ ولا المفروض الأولوية تكون لإرادة الناس واحتياجاتهم المباشرة حتى لو ده هيعطل مسيرة التنمية القومية؟ وهل التخطيط ده بيعكس إرادتنا بجد؟ ولا هو في النهاية رؤية من فوق لتحت بتفرض علينا إزاي نعيش ونتنفس؟ أسئلة تستحق التفكير وتأمل طويل من كل اللي بيسمعونا. شكراً لكل اللي شاركونا في رحلة البحث المعرفية دي، ونتمنى تكون الخريطة بقت أوضح قدام حضراتكم، ونشوفكم في غوص جديد في مصادر تانية.